جاءني ودخل مكتبي، قال يا شيخ أريد أقص عليك قصتي. قلت هات من طيباتك يا فلان، معلم حلقة أعرفه. يقول شاء الله أن وفقني وتزوجت، وإذا بالله يمن علي ويرزقني ببنت ملأت قلبي، مولودتي الأولى تعلقت بها، وكبرت حتى وصلت للسن الذي لا يفطر قلبك من تذكر بنتك، وصارت تنتظرني عند الباب لتصعد فوق رقبتي لأضعها في حجري لتضحك في وجهي، ملأت بيتي سعادة. قلت بعدين يا فلان. يقول دخلت ذات مرة فوجدتها في فراشها هامدة، أحركها ولا تتحرك، حركتها بعنف تفاجأت بحنش ثعبان صغير قد لدغها حتى مات من كثرة ما لدغها، فانجن جنوني. أنا في ريف بعيد عن المدينة والوقت متأخر بالليل، ما أدري ماذا أفعل. قلت بعدين. قال إيش بعدين؟ توجهت إلى محرابي وكبرت ركعتين وأنا ساجد، قلت له بحق ما بيني وبينك من تعليم القرآن إلا حفظت لي بنتي، بحق ما بيني وبينك من تعليمي للقرآن إلا حفظت بنتي. يقول ما أدري كيف تجرأت على ربي، كان موقف أكبر من أن تلومني. يقول فيشاء الله أن تدخل ذبرة، ذكر النحل دبور، من النافذة وتأتي إلى رأس بنتي وتقبصها. قلت في رأسي بعد ما سلمت وأنا ناقص هذه النحلة يكفيني الحنش. فلما أصبحت أخذت بنتي للمستشفى فأخبرت الطبيب، فقال يا فلان ما دام قبصتها النحلة لن يضرها سم الحنش، شل بنتك معك. لا إله إلا الله. ما أعظم هذا الكتاب. احفظ الله يحفظك. الذي يظن أنه لا يحفظ بالقرآن واهم.